مستمرين في التغطية الإعلامية على المواكب التي تخدم مشاة الإمام الكاظم عليه السلام في منطقة جسر ديالى. والآن التغطية تبدأ مع موكب سجين بغداد ومع خدامه. حياكم الله. حياك الله يا اخ عامر. موفقين ان شاء الله على الله يعزك، رحم الله والديك. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يسلمك. اليوم موكب سجين بغداد يعني مستمر، صار له 3 ايام بخدمه اهل البيت اللي يعني جايين محافظات، اللي ناصريه، نعم. عماره، نعم. كوت، نعم. وكل المحافظات نخليهم على راسنا. الله يبارك اهلا فيكم. وسهلا بهم. انا اشوف هاي الطباخات مشتغله والجدوره والشباب كلهم دا يخدمون. شو تفسر هاي الخدمه؟ شنو هذا الحب؟ والله احنا اخ عامر، احنا هذا اقل شيء نقدمه لاهل البيت عليهم السلام. اي والله. هذا ايش تطلب من الامام الكاظم؟ شنو حاجه؟ والله نطلب من موسى بن جعفر يستر علينا ويحفظ العراق، إن شاء الله يحفظ شيعة امير المؤمنين، ان شاء الله يحفظهم من يعني كل العراق ان شاء الله يا ربي. حبيبي. كم خادم انتم هنا بالموكب؟ احنا تقريبا بينا 20 خادم. موفقين. وانت جاي شوف يعني حتى الصغار، هاي الشباب الصغار جاي نعلمهم ويانا، سنه عن سنه جاي نعلمهم ويانا. الله يبارك فيك. اي والله. اكو بعض من المواكب ما يخلي الصغار تخدم اصلا، ما يخليها تجي هنا الموكب. ما يصير، ما ترهم. شو تقول لهم؟ ما يصير، ما ترهم. المفروض كل خادم موكب يعلم الصغير، لين هاي راح تظل طريق مشروع يعني. نعم. اي تزيد، اجيال تزيد. نعم. الله يوفقكم ان شاء الله، الله يعطيكم الصحه والعافيه. شكرا الله لهاي الخدمه شباب، وان شاء الله يا ربي موفقين. الله يوفقك. ما تعبان انت من الخدمه؟ لا وينك تعب؟ ابد. وعلى خير وبركه. شلون نعم. رئيس الموكب وياكم؟ خير من الله، هنا كنا اخوان، ان شاء الله. ماكو رئيس وهاي، كنا خدمة موسى بن جعفر. موفقين ان شاء الله. نحمد الله ونشكر. احنا هذا موكبنا تأسس سنة 2020. ما شاء الله. يعني بدا بالخفايف شويه والحمد لله هسه بدينا نسوي. شنو تعملون؟ شنو اعمالكم؟ اعمال حره لو موظفين؟ والله اكو اعمال حره، اكو انا منتسب، الولد وياي الحجي ابو موسى منتسب همه، والولد اعمال حره وخير من الله. موفقين. 5000. هاي الجدوره شنو مسوين بيها؟ والله كلها مفطح، ما كلها شاء الله، مندي، ما شاء الله. خير وبركه، دجاج ولحم. موفقين. بدينا من الصفر وهسه نحمد الله ونشكر. هسه ان شاء الله بعد نص ساعه راح نطبوا بالزوار هنا، نمد ميوزتنا وان شاء الله نعم. نفطح. نعم. نوزع للزاير. وهذا اقل شيء نقدمه للزوار. موفقين. حبيبي اخ عامر، الله يعزك. شكرا لاهالي جسر ديالى للمواكب الكريمه التي تخدم مشاة امام الكاظم، والله رفعت راس ونحن نفتخر بكم. شكرا لله على هاي النعمه.